في بداية سنة 1970 وقبل حرب أكتوبر ب3 سنين وصل تقرير لجهاز المخابرات العامة المصرية. التقرير ده كان بيقول إنهم لاحظوا إن في إشارات وموجات بتصدر بشكل متكرر ومنظم في منطقة ما في حي من أحياء القاهرة. ومعنى إن الموجات دي بتصدر بشكل متكرر ومنظم فده يدل إن اللي كان بيبعت الرسائل دي كان بيبعتها في أيام معينة وفي نفس الساعة. بعدها على طول وصل تقرير تاني اتقال فيه إن في إشارات ورسائل جديدة كانت بتتبعت من منطقة تانية غير المنطقة الأولى. ولما بدأت المخابرات العامة المصرية تركز مع الموجات والإشارات دي لاحظوا إن كل رسالة أو كل إشارة كانت مختلفة عن التانية خالص. وطبعا ده معناه إن المشكلة ما بقتش بتكمن في وجود جاسوس واحد داخل مصر، ده معناه إن في 2 جواسيس عايشين حياتهم وبيمارسوا شغلهم وبيبعتوا إشاراتهم ورسائلهم والبلد مش عارفة عنهم أي حاجة. فبدأت رجالة المخابرات العامة المصرية إنهم يتحركوا بأقصى سرعة وبدأوا إنهم يتتبعوا الإشارات والموجات دي لحد ما قدروا إنهم يوصلوا لهم وعرفوا أسمائهم وعناوينهم وأماكن تواجدهم. لكن رجالة المخابرات أثناء مراقبتها ليهم لاحظوا إن الاتنين لما بيروحوا أي مكان كانوا بيصوروا أي حاجة كانت بتقابلهم، وطبعا ده من خلال كاميراتهم السرية. الغريب بقى في الموضوع إن الصور اللي كانوا بيصوروها دي ما كانوش بيبعتوها لأي حد. واللي أكد الكلام ده لرجالة المخابرات إن مفيش ولا مرة حتى أي جاسوس فيهم كان بيبعت جواب واحد يوحد ربنا لأي حد. الحاجة التانية والأغرب بقى في الموضوع إن بعد ما عدى شهور كتير على مراقبتهم ليهم لاحظوا إن مفيش ولا جاسوس فيهم اتحرك بره القاهرة. وطبعا ده معناه إن الصور اللي كانوا بيصوروها لسه موجودة معاهم. وطبعا ده أكد لرجالة المخابرات إن أكيد في طرف ثالث في الموضوع هو اللي بيستلم منهم الصور دي. وده بقى معناه حاجة من اتنين، يا إما الطرف الثالث ده مقيم داخل مصر أو إنه خارج مصر لكنه هيجيلهم في وقت قريب جدا. فبالتالي جهاز المخابرات أجل عملية القبض عليهم لحد ما يكتشفوا مين هو الطرف الثالث اللي في الموضوع علشان يقوموا باصطياده. واستمرت عملية المراقبة عليهم بشكل أكبر ولمدة شهور لحد ما اكتشفوا المفاجأة الكبيرة إن الطرف الثالث هي الجميلة أو الحسناء دلال رستم كامل. ومن هنا بقى هتعرف القصة كاملة مع جنى. بس طبعا كالعادة قبل ما أحكي لكم الحكاية يا ريت ما تنسناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تساعدنا على الاستمرار. قصتنا النهاردة هتبدأ من أرقى حي من أحياء القاهرة وهو حي الزمالك. وده الحي اللي دلال رستم كامل اتولدت وعاشت فيه. دلال دي بقى يا سيدي الكل كان بيوصفها إنها أيقونة من أيقونات الجمال. ووالدها رستم كامل كان واحد من ضمن ورثة كبار الإقطاعيين اللي كانوا بيمتلكوا آلاف الأفدنة زمان. المهم يا سيدي إن دلال كانت عايشة عيشة مرفهة جدا وتعلمت في أفضل المدارس، فبالتالي كانت بتجيد عدة لغات بشكل سلس جدا. وكانت أكتر لغات كانت بتجيدها اللغة الإنجليزية واللغة الإيطالية واللغة الفرنسية. لكن على رأي المثل اللي بيقول إن حظ الملايح في الأرض طايح وحظ الأبايح في السما لايح، فجأة صدر قرار بتأميم أموالهم ووضعها تحت الحراسة. وطبعا بعد اللي حصل ده محدش كان يقدر يستحمل صدمة زي دي. فطبعا والدها وقع من طوله وبعدها بفترة قصيرة جدا توفاه الله عز وجل. بعدها بكام أسبوع ملحقتش تفوق من صدمتها في موت أبوها توفت والدتها هي كمان. فطبعا دلال لقت نفسها فجأة بدون أب وأم وفلوس ولا أي حاجة تسترها في الدنيا غير المعاش اللي كانت بتصرفه لهم الدولة أول كل شهر. وطبعا ده مقارنة بالعيشة اللي هي كانت عايشاها ولا أي حاجة. ده غير إن دلال كان ليها أخ أصغر منها في السن اسمه عصام. عصام ده بقى كانت بتعتبر نفسها إنها والدته، وخاصة بعد موت والدها ووالدتها. وعلشان كده كانت مصممة إنه يكمل تعليمه في نفس المدارس اللي كان بيدرس فيها. وعلى فكرة هو كان بيدرس في مدارس راقية جدا ومكلفة جدا جدا. فقررت إنها تستغل مهاراتها في إجادة اللغات اللي ذكرتهم في بداية الحلقة. وبما إن دلال كانت أنثى جميلة كانت من طبقة عالية جدا فكان من السهل عليها إنها تشتغل في شركات السياحة اللي في مصر. وبالفعل اشتغلت مرشدة سياحية، فكانت بتنزل مع الأفواج السياحية اللي كانت بتزور مصر. وفضلت على كده لحد ما في يوم كانت بصحبة فوج إيطالي اتعرفت على شاب كان موجود في الفوج ده، فأعجبت بيه جدا وشافته فارس أحلامها. فبدأ إنه يتعرف عليها ويعرفها بنفسه إنه شاب مصري وبعدها هاجر لإيطاليا من فترة كبيرة جدا من مصر. وهناك قدر إنه يحقق ذاته وبقى واحد من
أهم رجال الأعمال في روما. المهم يا سيدي الشاب ده فضل يحوم حواليها، أو بالبلدي كده كان بيرمي شباكه عليها، وكان عايز يوصل لهدف محدد في دماغه، بس طبعا في الآخر فشل وما وصلش معاها لأي حاجة. فلما لقى إن سكتها سد ومش هيعرف يوصل معاها لحاجة، فقرر إنه يتجوزها، وفعلا طلب منها الجواز وهي وافقت طبعا. وبعد ما خلصت الأجازة بتاعته في مصر قال لها إنه هيسافر على إيطاليا، وإنها تبقى تحصله وإنهم يبقوا يتجوزوا هناك. وقد كان هو سافر من هنا وهي ما كدبتش خبر، رتبت حالها وطارت على روما، وفعلا استقبلها في المطار وتم الجواز هناك، وعاشت حياة وردية سعيدة ولا كأنها سيدة القصر في زمانها. واستمرت الحياة عادي جدا ما بينهم بدون أي مشاكل أو خلافات، لحد ما في يوم حبت إنها تعمل له مفاجأة لطيفة وراحت له على مكتبه، فإذا بها تفاجأ بيه في وضع أخلاقي مهبب ومنيل ب60 نيلة. فطبعا من صدمتها فضلت تتخانق وتزعق لحد ما فضحته في المكان كله. اللي يجننك بقى في الموضوع إن البيه كان بيتعامل معاها بكل برود ولا كأنه عامل أي مصيبة، وقال لها بمنتهى الهدوء وقمة التناحة: وإيه المشكلة يعني؟ مش اللي بينا هو الجواز؟ طب يا ست الكل انتي طالق. ومش بس كده، ده راح طاردها من البيت ولا ادالها جواز السفر بتاعها ولا حتى شنطة هدومها اللي هي كانت جاية بيها. وطبعا يا ولدها لا بقت عارفة تروح فين ولا تيجي منين، وقعدت تلف على كعوب رجليها في الشوارع زي النحلة لحد ما قابلت في وشها بانسيون حقير جدا. ما هي هتعمل ايه؟ يا دوب على قد الفلوس اللي معاها. اللي يستفزك بقى في الموضوع انها ما حاولتش تلجأ للسفارة المصرية في روما، وبقت رافضة الموضوع بشكل غريب. وطبعا فضلت الديون تكتر عليها، واصحاب البانسيون فضلوا قارفينها في الرايحة وفي الجاية: عايزين فلوسنا، عايزين فلوسنا. المهم يا سيدي ان صاحبة البانسيون بدأت انها تاخد وتدي معاها في الكلام علشان تعرف هي ايه قصتها بالظبط. فطبعا دلال قعدت تحكي لها قصتها من البداية للنهاية. فالست صاحبة البانسيون سألتها: انت ليه ما حاولتيش تروحي لسفارة بلدك؟ مستنية ايه؟ فقالت لها: وانا لو رحت قنصلية بلدي ايه اللي هيحصل يعني؟ ما هم هيرجعوني على مصر، ما هي مصر دي هي اللي سرقت اراضينا والقرشين اللي كانوا معانا، وحتى لو رجعت مصر تفتكري هصرف على اخويا منين؟ واصلا هوري وشي للناس ازاي؟ وفضلت تحكي وتبعبع زي العبيطة، والست قاعدة قدامها عمالة تشتري منها وهي في قمة سعادتها، لان طبعا دلال بالنسبة لها هي فريسة سهلة جدا ما بذلتش اي مجهود في اصطيادها. فبالتالي فضلت الست دي انها تطمنها وقالت لها انها هتقف جنبها، وخاصة في موضوع الشغل. ما عداش يومين 3 وراحت لها الست دي مرة تانية، بس المرة دي ما كانتش لوحدها، كان معاها راجل كبير في السن بدأ انه يعرفها بنفسه على انه اسمه ايميل، وانه عارف كل الظروف اللي حصلت معاها، وانه عنده واحد صاحبه رجل اعمال عربي وليه اعمال في كل حتة في العالم، فاكيد انه هيحتاج واحدة فلقة قمر زي كده تشتغل معاه مترجمة. وعموما هو مسافر اسبوع كده وهيرجع تاني، واول لما يرجع هتستلم الشغل معاه فورا. وطبعا انت ظروفك المادية اليومين دول مش ولا بد، فخدي القرشين دول علشان تعرفي تمشي حالك. وطبعا ادالها مبلغ قليل جدا يا دوبك يكفيها مدة الاسبوع اللي قالها عليه. المهم يا سيدي يعدي اسبوع 2 3 شهر ومحدش فيهم ظهر، ولما الفلوس اللي معاها بدأت انها تخلص فضلوا يضغطوا عليها اكتر ويخنقوا عليها الدنيا علشان تبقى فريسة سهلة جدا في ايديهم. وطبعا ظهر لها تاني فجأة الشخص اللي اسمه ايميل، بس المرة دي لما راح لها ما كانش لوحده، كان معاه واحد اسمه آدم نعمان، وده كان فلسطيني الجنسية، وعرفها بنفسه على انه رجل اعمال وانه محتاج واحدة مترجمة شطورة زيك كده، بس انا لازم قبل ما اشغلك اجربك الاول، اصل الشغل شغل. بصي يا ستي انت هتاخدي مجموعة الورق ده اللي مكتوب باللغة الفرنسية ده، عايزك تسهري عليه وتترجميه، وانا بكرة الصبح هستناكي في مكتبي. وادالها العنوان، ولما تبقي تيجي هنبقى نشوف هنعمل ايه في قصة الشغل. طبعا دلال ما كدبتش خبر وخدت الورق وفضلت طول الليل تترجمه، واول لما بدأت الترجمة سطر في التاني في التالت بدأت تكتشف ان الكلام اللي مكتوب ده يودي في 60 داهية. فبدأت تتفاجئ ان الورق كله هو عبارة عن تقرير معمول عن مصر، وان المعلومات اللي فيه دي معلومات عسكرية وسياسية. فبالتالي بدأت الصورة انها توضح بالنسبة لها، لان المعلومات اللي كانت مكتوبة في التقرير محدش يعرفها الا جهتين بس، يا اما الدولة صاحبة الكلام اللي مكتوب عنها او دولة عدوة ليها. المهم يا سيدي انها خلصت الترجمة من هنا، واول لما طلع الصبح عليها من هنا راحت طالعة على العنوان اللي آدم اداهولها. المفاجئ بقى في الموضوع انها لما راحت على العنوان لا طلع شركة ولا طلع مكتب،
وطلعت إنها شقة عادية في العمارة. فخبطت الباب، وطبعا كان آدم في استقبالها. استلم منها التقرير وبدأ يقراه كلمة كلمة، وبعد لما خلص قراية قال لها أظن الصورة كده وضحت قدامك، وعارفة انت كده هتبقي شغالة مع مين يا قطة. فراحت قايلاله يعني كل المسرحية اللي كانت بتحصل دي انتوا اللي وراها علشان أخون بلدي؟ قال لها تخوني بلدك؟ ده ايه الكلام الكبير ده؟ استهدي بالله كده يا كتكوتة، هو حد كان طلب منك انك تخوني بلدك؟ يا حبيبتي اللي احنا بنعمله ده مش ضد مصر، ابسولوتلي ده ضد النظام اللي في مصر. مش ده النظام اللي سرق فلوسك انت واهلك، وبرضه كان هو السبب في موت اهلك، وكان سبب في انك تتجوزي واحد زي اللي اتجوزتيه ومنابك، غير انك اتبهدلتي وما بقيتيش قادره تصرفي على اخوكي. اهدي كده وعقلي وشيلي الوساوس دي من دماغك، لان كلامك لا هيصرف عليكي ولا هيصرف على اخوكي، لكن الفلوس والدولارات دي هي اللي هتعيشكم يا روحي. وطبعا استلم دماغها زي ابليس وعمل لها غسيل مخ، وهي اصلا كان عندها قابليه للكلام ده فقررت نفسها، وكل اللي بدأ يعمله انه بدأ تجنيدها وتأهيلها علشان تبدأ التنفيذ. طبعا بعد ما بقت جاهزة للشغل قال لها بصي بقى يا ستي، انت مهمتك في مصر هتبقى حاجة بسيطة وراقية وشيك قوي قوي. انت هتاخدي مبلغ مالي كويس جدا، ولما هتنزلي على مصر هتشوفي لك محل في مكان يكون راقي وشيك، هتفتحيه بوتيك وتبيعي فيه الهدوم المستوردة، وده طبعا علشان يخلي حركتك سهلة وتقدري تسافري بكل أريحية، ومحدش هيشك فيكي اصلا ولا هيقولك انت رايحه فين ولا بتعملي ايه. وركزي بقى معايا يا ست الكل في الكلام علشان اللي جاي مهم جدا وحماده تاني خالص. وقال لها انا هوريكي صورتين لاتنين مساعدين لينا في مصر، شغلك هيكون معاهم وشغلهم برضو هيكون معاكي. انت كل مهمتك ما هي الا انك هتستلم الصور الفوتوغرافيه اللي هم بيصوروها، واول لما توصلي روما علشان تشتري بضاعه للبوتيك هتسلمينا الصور وانت هتاخدي فلوسك. وطبعا راح الدلال على مصر، والكلام ده كان في سنه 1970. واول لما وصلت مصر بدات توصل للي حواليها انها ما توفقتش في موضوع جوازها، وانها اشتغلت بعد كده في روما وقدرت انها تقف على رجليها وعملت لها قرشين محترمين، وجت على مصر علشان تفتح البوتيك. وبالفعل بدأ الدلال إنها تنفذ كل اللي مطلوب منها، وبالحرف الواحد فتحت المحل، وشغلها بقى ما بين الأفلام والصور اللي بتستلمها من الاتنين الجواسيس اللي قلتلك عليهم في بداية الحلقة، وما بين تجميع المعلومات اللي اتطلبت منها، فتروح تلم الصور والأفلام والمعلومات اللي هي جمعتها وتطلع بيها على روما تشتري بضاعة وتسلمهم الحاجة وتستلم فلوسها وترجع تاني على القاهرة. وفي كل الأحداث اللي كانت بتحصل دي كلها أخوها عصام كان وصل لمرحلة الجامعة، وهي دي كل التفاصيل اللي هي كانت تعرفها عنه. بس عصام خبى عليها إنه كان واحد من أهم أبطال منظمة سيناء العربية، وطبعا هي فضلت مكملة في طريقها لحد سنة 1971. في نفس التوقيت ده بقى أبطال منظمة سيناء العربية كانوا بينفذوا عملية خطيرة وشرسة جدا ضد الصهاينة. دول جننوهم وخلوهم يلفوا حوالين نفسهم، وعلى فكرة ده كان عددهم كبير جدا، وفضلوا يلففوا الصهاينة حوالين نفسهم بالأيام. وعلشان كده بعتوا الدلال بأقصى سرعة تكليف إنها تجمع معلومات عن المنظمة دي. وطبعا كالعادة ست الحسن والجمال دلال ما قصرتش وقامت معاهم بالواجب وزيادة، جمعت كل اللي قدرت عليه ووصلت لهم المعلومات دي لحد عندهم في روما. وكانت نتيجة المعلومات دي اللي هي وصلتها ليهم بإيديها إنهم استهدفوا مجموعة من الفدائيين وهم بينقلوا مجموعة من الأسلحة من القاهرة للعريش، وكان واحد من ضمن اللي استشهدوا أخوها عصام رستم. ودي كانت المرة الأولى ليها إنها تعرف إن أخوها واحد من أهم أبطال منظمة سيناء العربية، ونفسها هي المرة اللي وصل لها خبر استشهاده. وطبعا بعد ما عرفت من واحد من زمايله الخبر جالها صدمة شديدة جدا، وأصيبت بحالة نفسية بقت في الحضيض. لكن على الرغم من كده إلا إن كل اللي كان مسيطر عليها إحساسها بالانتقام، وده خلاها ما تعرفش أي حد ولا تجيب سيرة إن أخوها كان من ضمن الفدائيين. فحاولت إنها تمسك نفسها وما تعرفهمش أي حاجة. في نفس الوقت ده بقى كان جهاز المخابرات العامة المصرية كان بدأ يلم كل الخيوط، وكل حاجة كانت بدأت توضح قدامهم إن الطرف الثالث اللي كانوا بيدوروا عليه علشان يعرفوا مين الشخص اللي هيستلم الصور خلاص قدروا إنهم يعرفوها ووصلوا لها.
وكل حاجة بقت جاهزة علشان يتم القبض عليهم. لكن اللي كان مسؤول عن الملف ده في جهاز المخابرات كان له رأي مختلف خالص، وبالذات بعد ما استشهد أخوها عصام كان متأكد إن دلال مش هتكمل في القرف ده للنهاية، وإن هيجي عليها اليوم اللي هتيجي برجليها لحد باب المخابرات وهتعترف بكل حاجة. وطبعا ده هيكون أفضل من القبض عليها، لأنها لو عملت كده هتكون أنقذت نفسها، وإنها بكده هتكون أجبرت على الغلط وجت بنفسها علشان تصلح غلطها. كمان لو ده حصل وجت برجليها هيقدروا بمنتهى السهولة يحولوها لعميل مزدوج، فبالتالي هيقدروا من خلالها يبعتوا للعدو معلومات كلها غلط. ده الأدهى من كده كمان إنهم ممكن يستخدموها طعم علشان يصطادوا بيها الراس الكبيرة. وطبعا فضلت تحت المراقبة وتحت الضغط النفسي اللي كانوا بيمارسوه عليها علشان تفكر في الانتقام لأخوها. وبالفعل سنة 1972 راحت دلال برجليها لحد مبنى المخابرات العامة المصرية، ومعاها اعتراف مفصل بكل التفاصيل والأحداث اللي دارت من البداية لحد خيانتها، وكل التفاصيل الكاملة عن أعضاء الشبكة اللي متواجدين في مصر. وقالت لهم كمان إنها جاهزة لأي عقاب حتى لو هينفذوا فيها حكم الإعدام. فطبعا قالوا لها إيه الفايدة لو اتعدمتي؟ أخوكي مات وإنتي كمان هتحصليه، والسبب في موتكم انتوا الاتنين لسه عايش ومبسوط بحياته. لكن لو انتي بقى عايزة تنتقمي فعلا يبقى لازم تحطي إيدك في إيدينا علشان ننتقم ليكم انتم الاتنين وللبلد. طبعا من غير تردد أو تفكير وافقت على كل حاجة. فبدأت المخابرات العامة من الأول في تدريبها وتجهيزها، وبدأوا يدولها معلومات مهمة جدا. وطبعا كانوا عارفين إن الصهاينة وارد إنهم يبعتوا أي حد علشان يتأكدوا منها، فبالتالي كانوا مجهزين لكل حاجة، لدرجة إنهم خلوا دلال عبارة عن صيد ثمين وكنز معلومات ليهم. وصلت لدرجة إن القيادات والمسؤولين في تل أبيب طلبوا إن هم يقابلوها بصفة شخصية، وطبعا ده اللي كانت عايزاه المخابرات العامة المصرية من البداية. وكان في معلومة كانت قايلاها ليهم دلال في اعترافاتها، إن آدم نعمان كان دايما يقول لها إن عنده بيت في حيفا، وإنه كمان كان بيحاول معاها كتير بهدف إنه يوصل لحاجة معينة في دماغه. فالمعلومات دي بقى هي اللي بنوا خطتهم عليها. قالوا لها آدم هو اللي مسؤول عنك قدامهم، فبنسبة كبيرة جدا هيكون موجود معاكي في المقابلة اللي هتتم في تل أبيب. والحاجة التانية إنك قلتي إنه كان بيحاول معاكي علشان يوصل لهدف في دماغه لما كنتوا في روما. فتخيلي انت بقى لو رحتي له برجلك لحد تل أبيب، فأكيد إنه هيمسك فيكي بإيديه واسنانه وهيكرر محاولاته دي أكتر من مرة. انت بقى كل اللي مطلوب منك إنك ما تقفليش الباب في وشه واديله سيكة أمل، وركزي بقى في اللي جاي علشان اللي جاي أهم خطوة. انت تحاولي بطريقتك معاه ودلعك عليه انك تطلبي منه انكم تطلعوا في رحلة بحرية لوحدكم داخل حيفا، واكيد مستحيل انه يرفض لك الطلب ده. وطبعا التوقعات اللي المخابرات اتوقعتها حصلت. خدها على تل أبيب وسافروا سوا بعد ما خلصوا كل الاجراءات الامنية واحتفلوا بيها احتفال كبير، وادوها كمان مكافأة كبيرة جدا. وطبعا آدم فضل يحاول معاها كتير انه يوصل للي هو عايزه، فطلبت منه انهم يعملوا رحلة بحرية خاصة داخل مياه حيفا. وده بقى اللي كان متخطط له من بدري وعايزة تعمله المخابرات العامة المصرية. في الوقت ده بقى كانت المخابرات مجهزة خطة ما بينهم وما بين رجالة منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت الخطة مبنية على مراقبة دلال لحد ما توصل لحيفا، ولما توصل هناك يتم تنفيذ بقية الخطة. وفعلا بعد ما بدأت رحلتها الخاصة مع آدم اتفاجئوا بمركب عليها شوية صيادين. الصيادين دول كانوا هم رجالة منظمة التحرير الفلسطينية. وفي لمح البصر وبدون مقدمات وقبل ما يترجم هو ايه اللي بيحصل، خدوهم هما الاتنين في المركب بتاعتهم هيلا بيلا، وبسرعة اتحركت المركب وطلعت بره المياه الإقليمية. وكان واقف مستنيهم لانش كان تابع للمخابرات العامة المصرية، وتم القبض على آدم نعمان. بس في نفس اللحظة اللي تم القبض عليه فيها كان تم القبض على الاتنين الجواسيس اللي كانوا في مصر. وبعد ما اتقبض عليهم وتم التحقيق معاهم واعترفوا اعترافات مفصلة تم تحويلهم للمحكمة، فاتحكم على آدم نعمان بالإعدام والاتنين الجواسيس بالأشغال الشقة المؤبدة. أما بقى بخصوص دلال فلم يتم معاقبتها، فبعض المصادر ذكرت إنها ما زالت على قيد الحياة، لكن تم إخفاء كل تفاصيلها وتغيير اسمها علشان محدش يعرف يوصل لها. ومصادر تانية ذكرت إنها ماتت. عموما كده أو كده أنا مستنية رأيكم في التعليقات. يا ترى دلال كانت تستحق
تستحق الإعدام ولا عفى الله عما سلف وإن اللي عملته كفيل إنه يكفر عن ذنبها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن طبعا لسه السلسلة ما خلصتش ومكملة معانا، واشوفكم على خير في الحلقة الجاية، وسلام عليكم. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and